بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة مستر شيف سامح. إن شاء الله هنقدم لكم النهاردة الرز المصري بطريقة جميلة جدا. رز بالخلطة بالزبيب واللحمة المفرومة وفول السوداني. ان شاء الله دي طبعا الرز المصري، الرز البلدي بتاعنا العادي هنعمله مع بعض. هنعمل 30 كيلو رز في حلة واحدة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. مقادير معايا النهارده، معايا الحلة دي يا جماعة تاخد 30 كيلو، لا 30 كيلو رز. معايا 2 لتر زيت، ونص كيلو سمنة نيوزيلاند. اول ما الزيت والسمنة ينقدحوا كده او يسخنوا، بننزل عليهم بورق لورا وحبهان وليمون ناشف، وعلى طول بالتقليب المستمر. وبننزل عليهم كمان بشوية كركم وكاري مع بعض كده، ونبدأ ننزل بأول دفعة من الرز. معلومة طبعا مفيدة جدا، ان الرز بينزل على دفعات، مش الرز ما بينزلش مرة واحدة. يعني في الأول مثلا ننزل 5 كيلو رز الأول يسخن جامد. بعد كده ننزل بيه كمان خمسة لحد لما الكمية كلها. ما ننزلش الرز مرة واحدة عشان طبعا ما يكونش تقيل علينا واحنا بنقلبه أولا. ثانيا الدفعة اللي بتنزل، يعني دفعة الرز اللي بتنزل ديت بتسخن على طول الدفعة اللي قبلها. لو سخنت كويس بتسخن قبلها. ادي حلة الشوربة، بنضيف عليها شوية من بودرة الزعفران على الشوربة، وبنضيف الرز زي ما قلنا شوية شوية. زي ما قلنا النهاردة معايا 30 كيلو رز هنعملهم في حلة واحدة. 2 لتر زيت، ونص كيلو سمنة نيوزيلاند أو سمنة البقرة الحلوب أو أي نوع سمنة مش مشكلة. بنقلب على طول، وشايفين النار عالية اهيت على الرز، طبعا لازم التقليب المستمر. وادي الشوربة عليها زعفران أو بودرة زعفران، والرز عليه كركم وكاري. بنقلب الرز لحد لما يوصل لدرجة السخونية جامد. طبعا لازم نفضل نقلب الرز على طول، لان احنا عايزين الرز كله يكون سخن. الرز سخن والشوربة بتغلي الاتنين مع بعض، بيطلعوا لنا رز مفلفل زي ما نقول كده، يعني رز ما يتعجنش ابدا معانا، وبيطلع الحباية بحبايتها. بنضيف الرز زي ما قلنا، اهم حاجة بنضيف الرز على دفعات، ما نضيفش الرز كله مرة واحدة. يعني الدفعة اللي بتنزل الأخيرة بتنزل على الدفعة السخنة، فالاتنين بيسخنوا بعض على طول، وبالتقليب المستمر طبعا لحد لما الرز معانا يوصل لدرجة السخونية الجامدة. طب نعرفه ازاي؟ ان الواحد بظهر ايده كده يحط ايده على الرز، ولو ايده ما استحملتش الرز وهو كده الرز جاهز لنزل الشوربة. طبعا الرز لما ننزله كل مرة واحدة بنبدأ نحط شياطة او صاجة كده تحت الحلة، عشان الرز ما يلسعش مننا. في الاخر قبل ما ننزل الشوربة، في الاخر خالص بننزل بالملح، بنملح الرز. وطبعا كده الشوربة برضو عليها ملح، فاحنا بنضيف شوية للرز اللي هو نازل ده، وبنظبط الملح بتاعه. اضافة كده بنضيف شوية حبهان مطحون، وشوية جوز الطيب، وشوية من القرفة الناعمة، وشوية من البهار السعودي أو الملح الصيني. دي طبعا إضافات بتدي نكهة للرز جميلة جدا. وطبعا غير الورق اللوري والحبهان والليمون الناشف، وكمان معايا القرفة العيدان. أول ما الرز معانا بدأ يسخن جامد والشوربة بدأت معانا تقلب، على طول بنضيف الشوربة على الرز. وطبعا الشوربة واخدة زي ما قلنا الزعفران او بودرة الزعفران، فبتنزل على الرز، ونبدأ نقلب على طول واحنا بننزل الشوربة كده. ومقدار الشوربة طبعا زي ما احنا عارفين، مقدار الشوربة زي مقدار الرز. بنقلب لحد لما المكونات كلها والملح والبهارات اللي احنا حاطينها يندمجوا مع بعض، تقليب مستمر. ولو احتاجنا ان احنا نعزز اللون معانا، بنضيف شوية زعفران كمان، عشان طبعا اللون يوصل للدرجة اللي احنا عايزينها، اللي هو اللي يكون اصفر غامق شوية.
وبندوق الملحة، ان احتاجنا شوية ملح برضو في الوقت ده بننزل بالملح. يبقى في الوقت اللي احنا بندوق الملح قبل ما الرز يشرب الشوربة بتاعته. اول ما نظبط الملح بتاعنا ويبدأ يشرب على طول البيون بتاعه، بنغطي الرز بورقة فويل عشان نحبس طبعا البخار، ونسيبه حوالي عن تلت ساعة بالظبط. اول ما الرز يبخر معانا او يطلع بخار كده من جنب من الحلة، نبدأ نديله تقليبة طبعا عشان اللي تحت بيكون استوى واللي فوق لسه طبعا عايز سنة كده. فبنقلب الرز كويس من فوق لتحت، وطبعا لازم كل الرز يتقلب كويس، نجيب من فوق لتحت لحد لما نقلب الرز كله. زي ما قلنا الرز النهاردة هنعمله بالخلطة. وطبعا الرز طبعا ممكن يتحط على اي حاجة، يعني الرز ده يقبل اي حاجة. احنا هنعمله بكذا حاجة النهاردة ان شاء الله. وادي الطريقة بتاعت الرز معانا، ادي بنقلب اهو. ديت طبعا بعد ما الرز عدى عليه حوالي عن تلت ساعة ويطلع بخار، لقيناه يطلع بخار من الغطا كده او بخر من الغطا، بنبدأ نديله تقليبة كده، و زي ما نقول كده بنهويه، عشان طبعا كمية الرز كبيرة معانا فاحنا بنهوي الرز. بنقلب كويس لحد لما الرز كله يتهوى معانا كده، وعلى طول بنغطي الرز معانا. طبعا احنا عارفين اول ما الرز يتشرب البيون بتاعه نبدأ نهدي النار عليه. ان حسينا ان الرز عايز شوية شوربة كده او بيون، بننزل عليهم عشان نطري الرز ويطلع بخار اكتر معانا. يبقى ضفنا حوالي عن دورقين او لترين من الشوربة، ونسيب الرز حوالي عن 10 دقايق على النار كده يطلع بخار برضو. ادي بخر اهوت. ونبص على الرز نحتاج تقليبة كده صغيرة. طبعا فايدة التقليب دي يا جماعة ان احنا الرز ما يكونش مكتوم على بعضه، احنا كده بنهوي الرز عشان الرز مش يفضل يكون تقيل كده. فاحنا بنجيب اللي تحت فوق ونديله تهوية كده عشان طبعا يطلع مفلفل معانا وما يعجنش معانا. كده الرز داخل على تسوية اهوت. زي ما قلنا النهاردة معايا رز مصري مش بسمتي ولا حاجة، والرز مفلفل وزي الفل اهوت، ولونه زي ما قلنا مظبوط. طبعا درجة اللون ديت كل حاجة في ايدينا احنا. وشوية البهارات اللي احنا ضفناهم للرز اللي هي حبهان مطحون وسنة جوز الطيب وشوية كزبرة ناعمة وملح صيني او ملح سعودي، والملح اللي هو اللي بتاعنا العادي. واخر حاجة طبعا الرز كده اهوت. بعد ما قلبناه كده الرز استوى اهوت ويطلع البخار بتاعه. هنبدأ على طول لما يكون معانا كمية رز كبيرة يا جماعة لازم نهويها في طشت كبير كده او اناء واسع طبعا، عشان الحلة بتكون سخنة، والبخار طبعا ممكن بينزل مية على الرز، فاحنا لازم نهويه كده بره. بنهويه من الحلة. مقدار 300 مقدار 30 كيلو دول ممكن يأكلوا معايا 300 فرد. 30 كيلو رز مصري يأكلوا معايا 300 فرد. لو عندكم مناسبة او فرح او اي مناسبة عندكم مثلا عدد 300 بنعملهم 30 كيلو رز. بعد ما فضينا الرز في الطشت على طول بنكون معصجين شوية لحمة مفرومة. طبعا احنا عارفين اللحمة المفرومة بتتعصج ازاي. بعد ما نعصجها كده بنضيفها على الرز من فوق بعد ما فضينا الطشت في الرز في الطشت كده عشان نهويه. ضفنا له شوية لحمة مفرومة، وفي حلة كده فيها شوية سمنة نيوزيلندا او سمنة بقرة حلوب او سمنة بلدي. بنحمص معايا الفول السوداني، نديله تحميصة كده عشان نشيل الرطوبة منه ويكون مقرمش معانا كده. على نار طبعا نبدأ نقلبه على طول عشان ما يتحرقش معانا. وبعد ما يتحمص معانا على طول بنضيفه برضو على الرز. يبقى الرز دلوقتي واخد لحمة مفرومة على الوش، وادي الفول السوداني اللي متحمر في سمنة بلدي او اي نوع سمنة طبعا او زيت عادي مفيش اي مشكلة. بس طبعا السمنة البلدي بتدي تيست جامد جدا في الرز او في اي حاجة. وادي الحمص اهوت كمان بعد ما
نقعناه في مية وشوية كده سلقناه في المية، ونبدأ نضيفه برضو على الرز. واخر حاجة معايا الزبيب. بالزبيب طبعا بنضيفه برضو على الرز. معايا شوية رز النهاردة جمال جدا، طعمهم جميل جدا. واخد معايا لحمة مفرومة وزبيب وفول سوداني وحمص. وطبعا الرز معانا بيفضل بنحطه طبعا او بنضيفه او بنحطه على الفرن عشان طبعا يفضل سخن. فطبعا مديله في الاخر كده ايه مقدار من الشوربة عشان طبعا الرز ما ينشفش معانا، وبيفضل على الفرن عشان يطلع سخن. وقت التقديم زي ما انتم شايفين اهوت بنغرف الرز ويكون فلفل معانا، بيواخد شوية التوابل بتاعته وشوية الايه التوبنج اللي احنا حطيناه على الرز من فوق كده. بيتقلب طبعا كل وقت التقديم وبيطلع زي الفل. ديت كانت حلقة النهاردة، يا رب تكون نالت اعجابكم. اي حد عنده استفسار على اي حاجة يكتب لي وانا هرد عليه. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم. يا ريت لايك للفيديو واشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش، وان شاء الله انتظرونا في فيديوهات قادمة. كان معكم الشيف سامح. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.